مولودية الجزائر تتعثر من جديد أمام شبيبة القبائل، لكن الحقيقة أخطر مما تتخيل. 3 مباريات بدون فوز، وغضب جماهيري كبير، وتصريحات غريبة من المدرب رونالد موكوينا. لكن السؤال الكبير الآن، هل مولودية الجزائر بدأت في مرحلة الانهيار ودخلت في أزمة كبيرة، أم أن شبيبة القبائل كشفت نقاط ضعف خطيرة؟ بداية، قبل الحكم على مولودية الجزائر دعونا نلاحظ ماذا حدث داخل المباراة، لأن الأرقام تقول شيء لكن الحقيقة داخل الملعب قالت شيء آخر. شهد الكلاسيكو بين شبيبة القبائل ومولودية الجزائر ندية كبيرة، حيث بدأت المباراة بسيطرة كبيرة لمولودية الجزائر التي حاولت الضغط على المنافس شبيبة القبائل من أجل تسجيل هدف مبكر وإعادة الثقة إلى الجماهير، حيث شاهدنا ولاحظنا أن مولودية الجزائر صنعت عدة فرص لكنها لم تترجم إلى أهداف، وذلك ربما بعدم تركيز هجوم لاعبي مولودية الجزائر، أو ربما القول بأن حارس شبيبة القبائل غاية مرباح كان نجم المباراة بدون منازع. لكن المشكلة ليست فقط في حارس المباراة كان قوي، الأكيد هو غياب اللمسة الأخيرة والتسرع من لاعبي مولودية الجزائر وغياب التركيز التام من الهجوم، وهذا أخطر شيء لفريق ينافس على اللقب. في المقابل شهدنا أن شبيبة القبائل اعتمدت على المرتدات وفقط، وكانت أخطر فرصة مخالفة رياض بودبوس في الدقيقة 42. الشوط الثاني حمل نفس السيناريو، ضغط من فريق مولودية الجزائر وتصديات من الحارس غاية مرباح، وشبيبة القبائل واصلت إهدار الفرص هي الأخرى لتنتهي المباراة بنتيجة 0-0، تعادل بطعم الخسارة لفريق مولودية الجزائر ونقطة إيجابية لفريق شبيبة القبائل. وبتحليل الأرقام، مولودية الجزائر 3 مباريات بدون فوز، هزيمتين متتاليتين وتعادل جديد، يعني بكل بساطة الفريق دخل في أزمة حقيقية ويمر بمرحلة فراغ، ورغم ذلك ما زال في الصدارة لكن بفارق نقطة واحدة عن فريق شباب قسنطينة، ويمتلك 4 مباريات متأخرة. لكن ما أثار فضول الجماهير وزاد الجدل داخل بيت مولودية الجزائر هو تصريح المدرب رونالد موكوينا، حيث قالها بصريح العبارة: أنا لست غوارديولا. هو تصريح بسيط لكن قسم الجماهير إلى قسمين، البعض فهمه على أنه تبرير للنتائج المحصلة وتبرير للفشل، والبعض الآخر يقول أنه عنده أسلوبه الخاص في اللعب. لكن الحقيقة الجماهير تريد النتائج وليس تصريحات مثيرة للجدل. ومن جهة أخرى، مدرب شبيبة القبائل جوزيف زيمباور اعترف بأن فريق مولودية الجزائر كان الأفضل، وقال: اعتمدنا على الدفاع والمرتدات، وذلك نظرا للغيابات التي أثرت علينا. تصريح مهم، حيث قال: لو لعبنا هجوميا كنا سنتلقى أهداف كثيرة، يعني بكل بساطة أن شبيبة القبائل لعبت بذكاء وخطة ذكية منحتها نقطة ذهبية. لكن الآن كل الأنظار ستكون موجهة نحو المباراة القادمة. مولودية الجزائر سيواجه شباب الوزداد في ربع نهائي كأس الجزائر، مباراة لا تقبل القسمة على 2، قد تكون مباراة مصيرية لتحديد الموسم كاملا. إذا فازت مولودية الجزائر ستعود الثقة بينها وبين أنصارها، لكن الخسارة تساوي بداية أزمة كبيرة والانفجار، لأنه بكل صراحة مشكل مولودية الجزائر ليس في الدفاع أو في السيطرة، وإنما في إنهاء الهجمات، أي يمكن القول غياب الفعالية الهجومية، ولذلك وجب عليه تحسين اللمسة الأخيرة والتغيير التكتيكي بسيط من أجل استعادة الثقة، لأنه بكل صراحة لو استمر إهدار النقاط المولودية ستدفع ثمن غالي في نهاية الموسم. والآن السؤال لكم يا جمهور مولودية الجزائر، هل مولودية الجزائر قادرة على العودة وبقوة، أم أن الصدارة في خطر وقد تضيع؟ صوتوا بآرائكم في التعليقات. مولودية الجزائر ستعود بقوة، والأزمة مستمرة أم خسارة الصدارة قريبة؟ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديد مولودية الجزائر والدوري الجزائري.